مساء الخير. دلوقتي الساعة 1:30 بالليل تقريبا، وانا قررت ان انا هعمل لنفسي قهوة وهفضل صاحية اقعد اشتغل او معرفش اعمل اللي انا حاسة بيه، علشان النهاردة والكام يوم اللي فاتوا كانوا نوعا ما نفسيا وعقليا تقال بالنسبة لي، ومؤخرا حاسة ان في حاجات كتير قوي بتحصل والحياة ماشية اسرع من ما انا اقدر افصص الحاجات اللي بتحصل دي وافهمها، ومش بيبقى عندي وقت في البيت ان انا احس وقت في اليوم قصدي ان انا احس باحاسيسي. هشرح الموضوع ده اكتر، بس اعتقد محتاجة اشرب قهوة الاول وبعدين اكمل كلام. انا مش عارفة اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس هعمله علشان قلبي دلوقتي بيقول لي اشربي قهوة وخلاص. مؤخرا بحاول اسمع كلام قلبي اكتر ما اسمع كلام مخي. ايه ده، انا محتاجة اصلا. هو البتاع ده نضيف؟ انا محطتش قهوة جوه البتاع وبولع النار. مش نضيف. تمام، ممكن دلوقتي اولع النار. دلوقتي مش عارفة اعمل ايه بنفسي قبل ما القهوة تتعمل، وعايزة اسخن لبن برضو. يا ريتني كنت بشرب قهوة بلاك، كانت حياتي هتبقى اسهل بكتير صراحة. مش عارفة ليه بتأكد ان الميكروفون شغال وانا شايفه قدامي. ما علينا. جماعة، ساعات بقابل ناس او بقعد مع ناس وبتقلب بطني. حد بيحس الاحساس ده؟ انه في ناس كده بقعد معاها بعد كده بحس بقلبة بطن، بحس انه ايه ده، هي الكاميرا بتفوكس على وشي ولا لا؟ فوكسي على وشي يا ماما، مفيش غير بني ادم واحدة. ساعات ساعات بحس ان في ناس بتقول كلام كاكا. عارفين يعني ايه كاكا؟ عايزه تحط كاكا جوه دماغي. ساعات كده في ناس بتدخل الحياه وتبقى اللي هو بصي، خليني اقولك ايه الصح وايه الغلط، خليني اقولك ازاي المفروض كلنا نعيش حياتنا، خليني انصحك بانه المفروض اللي هو انا طلبت النصيحه، انا ما طلبتهاش، انا ما سالتش لو حد ممكن يساعدني ولا لا. بس مثلا لما الناس بتقول المفروض انه الصح يكون كذا والغلط يكون كذا، ببقى اللي هو ايه ده، احكي لي اكتر، قصدك ايه يا عم؟ ركز على وشي يا عم. بل هو اوكي، احكي لي اكتر عن فكرتك عن ايه الصح والغلط، احكي لي اكتر عن انت ليه شايف ان ده صح وده الغلط، ايه وجهة نظرك، ايه تجربتك. بس الناس بتفتكر انه ده معناه ان انا كمان عايزه اصدق نفس الفكره، بس مش ده اللي بيحصل. انا بقى بس ببدي اهتمامي علشان عندي فضول، بس مش عايزه الشخص اللي قدامي ده يقنعني بكل حاجه بيقولها وبعدين انا اغير اسلوب حياتي واتفق معاه خالص. وعندي سؤال برضو، لا ركز على وشي اهو. مش عارفه ايه اللي حصل، الكاميرا بتاعتي والله حاسه ان دي اتكسرت والكاميرا التانية نزلت تحت المية باظت والكارت الله يرحمه. مش عارفه في ايه بجد. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. انا بدور على الكوبايه بتاعتي. وعندي سؤال تاني، هو احنا ليه شايفين ان هي حاجة مهمة ان احنا ننتقد الناس التانية؟ حتى ممكن شخص يكون اول مرة اقابله في حياتي وانتقد حاجات عنه او عن بيته او عن اي حاجة، بقى اللي هو ايه ده، هو مش عارفة ايه ده ليه كده. هو في حد النهاردة بجد اساء لكوبايتي المفضلة، اللي هو في ضيف جه بيتي يشرب حاجة وبعدين قال ايه ده، ايه الكوباية مش عارفة، حد قدم له حاجة بعد كده قال ممكن اخد زيادة في الكوباية. كاميرا، بصي على وشي، بصي على وشي، ما تعصبنيش. قال ممكن شويه عصير زياده في الكوبايه الصغيره قوي دي. هي الكوبايه دي صغيره قوي كده ليه؟ ومين بيجيب كوبايه صغيره كده؟ صراحه هو ما قالش مين بيجيب كوبايه صغيره كده، انا بحب افور دايما عشان اثبت وجهه نظري، بس هو قال ايه الكوبايه الصغيره دي، الكوبايه دي صغيره كده ليه؟ وحاسه ان انا خدت النقد ده قوي على صدري وحاسه ان هي ما كانتش حاجه لطيفه، فانا بفضفض لكم انتوا ماشي. لو رحت بيت حد كضيوف ما تقعدوش تقولوا ايه الكوبايه دي وايه الطبق ده وايه إيه ليه، هنستفاد ايه ليه؟ بالنسبه لي دي قله ذوق. ساعه ما حد بيقول لي كلام في دماغي كاكا، احس بعدها ان انا بلعت الكلام ده وبعدين عايزه ادخل التواليت اعمل انتوا عارفين ايه بقى، مش هقول. انا بحط عسل في القهوه بتاعتي وبمثل ان دي حاجه صحيه، ان انا كده بشرب قهوه صحيه بقى عشان فيها عسل ابيض. عسل ابيض. بس الوقت اللي بعمل فيه القهوه دي بيبقى صعب قوي ادخل التواليت، اللي هو يا اما اللبن هيفور يا اما القهوه هتحرق. عايزه ادخل التواليت ثانيه. طبعا اول ما بدخل التواليت ابني بيصحى مهما كان. لو انا بدخل التواليت في نص الليل هيصحى في نص الليل، لو انا بدخل تواليت في نص النهار هيصحى في نص النهار، هو ملوش دعوه. هو عنده قولون استشعار، لما بدخل تواليت بتقول له اصحى. هو دخل تواليت. كنت عايزه اقول ايه تاني؟ الفتره دي ابني عايزني افضل شايلاه بجد طول الوقت، يا اما قاعده جنبه وهو بيلعب، يعني يا اما هو حاسس بوجودي الدائم جدا ومستمر. هو انتوا شايفيني ولا استنى واسكت واروح اتكلم بعد لما اعمل قهوه؟ الفتره دي ابني عايزني اشيله طول الوقت وعايزني افضل لازقه فيه وحواليه طول الوقت، عايز دايما يكون حاسس بوجودي جنبه وما غيبش عنه، والا لو غايب عنه مثلا كان بيبقى ممكن يبقى مع مامتي شويه تمام، لو هو قاعد على البحر، لو بيلعب في الرمله، لو بيعمل نشاط تاني شاغل باله، بس لسه مش بيقعد معتمد على نفسه ومرتبط قوي بيا وبوجودي وبيحب يلزق فيا وعايزني اشيله كتير. وممكن ابص على انه ايه ده ابني صعب، بس انا معلش بس افتح العلبه بتاعه الرز عشان احط فيها الكاميرا تنشف، عشان الكاميرا اللي بتتحط تحت المية دخل فيها مية.
هفضل اعيد الموضوع ده سنه قدام تقريبا، لان انا بجد تروماتايزد. كنت عايزه اقول ايه؟ فممكن اقول ايه ده ابني صعب علشان هو عايز يتشيل ومش عايز ينزل من عليا، وممكن احط المسؤوليه عليه واخلي ان دي مشكلته، بس في الواقع انا اللي عودته على الشيل. وبرضو ابني مش صعب، ولا هو متطلب، ولا هو كتير، ولا هو مش عارفه ايه كمان كلمات بيستعملوها عشان يوصفوا الموضوع ده. بس المهم ان انا كأم بحاول انضج واخد مسؤوليه، ودي مسؤوليتي. انا اللي عودت ابني على الشيل، وانا اللي عودت ابني انه لما يطلب حاجه انا هستجيب ليها. ASMR SMS. واو، جت بالظبط. الحمد لله. كوباية قهوة الساعة 2 بالليل، إيه الجنان ده؟ تمام. ايه ده، كنت هنسى القهوة مفتوحة. المهم قعدت اتكلم مع الكاميرا كتير قوي، بعد كده اكتشفت ان انا اصلا مش بصور. بصراحة الكوباية دي 89% لبن. المهم كنت عايزه اتكلم واقول انه انا صاحيه دلوقتي بالليل متاخر، مش عارفه الساعه بقت كام اصلا، علشان احس بمشاعري، علشان انا طول اليوم مركزه قوي على ابني، فبحس انه تقريبا انا بكون بره جسمي مش جوه جسمي، لو حد فاهم قصدي. اللي هو مركزه قوي على احتياجاته، هو حاسس بايه، هو دلوقتي عايز يتشال، هو دلوقتي مش مبسوط، هو دلوقتي مش عارفه ايه، مش ببقى واخده بالي انا حاسه بايه اصلا في اللحظه دي، من كتر ما انا بحاول اخدمه او اركز عليه او اقرا هو بيحس بايه. مخي تقريبا مليان قوي لدرجه ان هو مش عارف يقرا انا نفسي حاسه بايه في اليوم. وبعدين ممكن اوصل اخر اليوم ساعات واحس ان انا غضبانه جدا او حزينه جدا او مذبذبه جدا او عندي انكزايتي او حاجات كتير، ومش بلحق اتعامل مع الشعور ده او افهمه او اقعد افصصه. النهارده حسيت ان انا صحيت مخصوص بالليل علشان اقعد اعمل كده. وطبعا بجد بجد يا جماعه شكرا قوي الناس بتتفرج عليا، علشان هو علاج رهيب ان انا اعرف اتكلم مع الكاميرا، والكلام ده ناس كتير تسمعه. بالنسبه لي لسبب ما الموضوع ده بينفع معايا قوي، والفتره اللي فاتت الموضوع مؤثر فيا علشان مش عارفه اقعد افضفض مع الكاميرا حقيقي. دلوقتي لما مش بعمل كده بحس ان في حاجه ناقصه، زي ما ناس بتقعد تكتب في المذكرات بتاعتها او بتدون افكارها، انا بحب اسجلهم، بحب اتكلم مع ميكروفون، بحب اسمع افكاري حتى بصوت عالي. دي مش نرجسيه، دي شركسيه. حاجه كمان انه كنت بقول ان لما ابني بيعدي فتره زي دي اللي هو انا فيها عليا، في الفترة دي في عليا ضغط كتير قوي، وابني عايز يتشال وعايزني ابقى حاضرة معاه 24 ساعة في ال 24 ساعة اللي هو صحيهم. بدأت اخد بالي من ان ده بيحصل مؤخرا. ابني ساعات كتير بيبقى اللي هو بيعمل نفسه بيعيط او زعلان، بس هو مش زعلان ولا حاجة، هو بس عايزني اشيله. مش عايزني اشيله علشان هو عنده مشكلة، بس اعتقد هو دلوقتي عايزني اشيله عشان هو اتعود. وبدأت اخد بالي ان انا ممكن اكون دلعته زيادة شوية، وعودته قوي على حاجات معينة مريحة قوي بزيادة، فما بقاش عندنا مرونة، ما بقاش عنده هو مرونة، وما بقاش بيعرف يعتمد على نفسه. الصفات دي اللي بدأت تبان لي فيه هو مسؤوليتي انا. مش عايزة اقول هي غلطتي، هي غلطة بصراحة، بس انا مش ندمان عليها، هي غلطة انا ارتكبتها معاه، ان انا ممكن اكون عودته على حاجة انا مش قادرة بعد كده ان انا افضل مستمرة فيها. ما كنتش واخدة بالي انه التأثير ده هيحصل دلوقتي طبعا لما كنت بعمل ده من فترة بس. وبتعلم ان انا مش هلومه على حاجة زي كده، وهشيل انا المسؤولية، وهقول انا دلعتك، او ساعات الراحة بزيادة بتخلي الشخص اللي قدامنا مش قوي، مش عارف يقف على رجليه قوي، بمعنى مجازا يعني وحرفيا. بس برضو ده مش نقد، انا بقلق قوي ان انا اتكلم على التربيه او على التجربه اللي بعدي بيها، عشان عمري ما عايزه ابني في يوم من الايام يكبر ويتفرج على الحاجات دي ويحس انه ايه ده، ماما كانت بتقول عليا كلام مش لطيف، او كانت بتنتقدني، او كانت شايفه ان انا صعب. انا مش شايفه ان ابني صعب تماما، انا شايفه ان ابني زي الفل وما فيهوش اي غلطه، وهو اجمل شخص بالنسبه لي في الحياه، اجمل حاجه شافت عينيا في حياتي كلها. بس ده انعكاس تصرفاتي انا، علشان هو ما هو الا عجينه خام، انا اللي بشكل كل حاجه دلوقتي حالا. وانا بتعلم ان انا سامح نفسي. انا بغلط مع ابني وهغلط معاه وهفضل اغلط، وبعترف بده. واول خطوه بعترف بيها، تاني خطوه ان انا بسامح نفسي، تالت خطوه بهضم اللي بيحصل، رابع خطوه بحاول ادور على ازاي، هل في طريقة ممكن أغير بيها الوضع الحالي، أو إزاي أتعامل مع المشكلة اللي أنا جات لي قدامي يعني. وبس حد سألني إيه، ثانية كده أجيب التليفون. في حد سألني سؤال مثير للاهتمام قوي. بتتخطي مخاوفك إزاي؟ بتخطى مخاوفي بإن أنا بواجههم عن طريق برضو حوار شبه لده، اللي هو اول حاجه، وانا قلت ايه دلوقتي، انا بنسى الكلام وحياة ربنا. اول حاجه بعترف ان انا عندي خوف، دي اول حاجه، علشان الايجو بتاعنا او مخنا العقلاني بيبقى طول الوقت عايز يحمينا، حتى ان هو ساعات بيبقى مش عايز، بيبقى عايز يحمي كبريائنا، مع انه احنا لو اعترفنا باننا غلطانين هنكسب اكتر بكتير من لو حاولنا نحمي كبريائنا ونكمل في الغلط. بس كنت عايزه اقول ايه، بواجه مخاوفي بان انا اول حاجه بعترف لنفسي ان انا خايفه، تاني حاجه بشوف انا خايفه قد ايه،
علشان ساعات ببقى خايفة من الحاجة قوي في وقت معين، فمبقاش جاهزة ان انا اواجهها. بعد ما بعرف حاجة من مخاوفي ببتدي اتعرف على الخوف ده اكتر، ببتدي ابص هو بيحصل امتى، هو ايه اللي بيفكرني بالخوف ده، ايه اللي بينشط الخوف ده جوه دماغي. وبعد كده ببتدي اشوف اللي هو اوكي ماشي، ممكن يكون ايه حصل قبل كده خوفني من الحاجة دي، او انا ليه خايفة من الحاجة دي، او الحاجة دي مرتبطة بايه عندي جوه دماغي. وبس ببتدي افصص الخوف الاول، بتعامل مع الموضوع بان انا ببتدي بفصصه، ولما بفصصه معظم الاوقات الحل بيبان يعني. بجد اقول حاجة كليشيه قوي، بس هي فعلا الاجابة في السؤال، اللي هو لما بقعد افصص مخاوفي ببتدي اعرف ازاي احلها. عشان معظم الوقت المخاوف دي بتبقى مثلا ممكن يكون انا عشان انا شخص بيمتص قوي الطاقة وبيتأثر بسهولة، علشان انا عاطفية جدا وحساسة جدا، فبيبقى معظم الوقت في حاجة اتقالت لي او موقف عديت بيه او حاجة اتزرعت في دماغي معينة مخوفاني من الحاجة دي، وبعدين ببتدي اتعرف على الحاجة اللي انا خايفة منها دي علشان اعرف عنها اكتر وما بقاش خايفة منها. يعني ممكن اذكر برضو موقف تاني حصل في الحقيقة، عشان كده هدي بيه مثال حصل لي. انا كنت بخاف قوي من البحر العميق، اللي هو لما ما كنتش بشوف ايه اللي تحتي كنت بخاف قوي، او لما ما كنتش عارفة احس هي الارض دي بعيدة قد ايه بكون بخاف. ده ليه علاقة بان انا بخاف طبعا من اللا معروف او من الغيب، ودي حاجة كلنا بنقلق منها عشان عادي احنا بني ادمين يعني. بس فكنت بقلق من ان انا انزل اعمق في البحر، او اسيب نفسي في وسط حاجة كبيرة قوي كده زي البحر او زي المية، انا مش عارفة اولها فين ولا اخرها فين، مش عارفة ايه الكائنات اللي فيها، مش عارفة حاجة. بحس ان انا صغيرة قوي كمان في المية، بحس ان انا صغيرة قوي ولا حول ليا ولا قوة خالص. دي فكرة مخيفة قوي. المهم ان انا حاولت اتعامل مع المشكله دي اول ما جيت هنا دهب، بان انا رحت اتعلم ازاي انزل اغطس تحت الميه من حد يعني عنده خلفيه وعنده فهم للبني ادمين، لنفسيتنا، لعقلنا بيشتغل ازاي، اللي بيخوفنا من ان احنا نعوم لتحت وهكذا. وكنت بجد بنزل لحد 25 متر بولا حاجه، لابسه النضاره والمايو فقط، بعرف انزل اعوم تحت. اتعلمت ازاي اظبط الضغط جوه وانزل اعوم. في حد سالني انا اتعلمت السباحه فين او ازاي، انا بابايا ربنا يكرمه ويخليه ليا يا رب ويجازيه على كل حاجه كويسه هو عملها لنا. بابايا خلانا نلعب رياضه انا واختي من واحنا عندنا مثلا 6 سنين، او انا حاسه ان هو من ساعه ما اتولدت وبابايا كان مركز قوي على موضوع الرياضه ده، ان احنا نتعلم ازاي نبقى اقوياء، نتعلم ازاي نتعامل مع جسمنا. بس فانا اتعلمت السباحه تقريبا وعندي يا 6 سنين يا 8 سنين يا 7، يعني مش متاكده انهي سن من دول. وبابايا كان بيحاول يوديني كل صيف البسين عشان يخلص مني، عشان كنت طفل عندها طاقه كتير موت. فالسباحه ساعتين او 3 ساعات في اليوم كانت بتخفف شويه من الطاقه دي، تطلع طاقتي في حاجه مفيده. لاي اب وام بيتفرجوا على الفيديو ده، خلوا اولادكم يلعبوا رياضه من فضلكم، بنات او ولاد بعد اذنكم، في اي بيئه انتوا شايفين ان هي مناسبه. بس الرياضه يا جماعه حاجه مفيده جدا جدا جدا، ومن اكتر الحاجات اللي انا ممتنه ان انا اتعلمتها في حياتي وعملتها في حياتي. شكرا يا بابا، عشان بابا يتفرج على الفيديوهات بتاعتي. شكرا يا بابا ان انت علمتني رياضه، بحبك قوي. الحمد لله بابايا ومامتي بالنسبه لي ناس عظيمه جدا حقيقي، وبحترمهم قوي، ونفسي في يوم من الايام بجد ارد لهم ربع اللي هم عملوه عشاني. مامتي كانت لسه هنا قاعده بتساعدني مع نسيم اليومين دول. وحتى مامتي يا جماعه لما كنت بكلمها في التليفون واحكي لها بالظبط ايه اللي بيحصل مع نسيم، عمرها ما ادركت انا قد ايه ممكن اكون تعبانه لحد ما جت وشافت الموقف ازاي. فده برضو علمني انه علشان انا شخص زينا كلنا بيصدر احكام ضد الناس، ده علمني انه بجد الامهات اخر ناس ممكن اصدر عليها احكام. ممكن احاول اساعدها، ممكن احاول اقدم لها دعم، ممكن احاول افهمها، بس هو مش الاشخاص اللي انا احكم عليهم خالص. بالذات ان معظم الاوقات الاحكام بتاعتنا بتبقى قاسيه قوي على الامهات اللي هي بتتعب قوي، بتبقى الاحكام دي قاسيه زياده وزياده. اعتقد ان ده كل الكلام اللي انا عايزه اقوله. انا مش عارفه بقالي قد ايه بتكلم قدام الكاميرا خالص، بس انا اول مره اجرب اعمل فيديو زي كده اللي هو ستايل بودكاست، اقعد كده واتكلم مخصوص. بس هي حاسه بجد احسن بكتير. وانا اكلت حشره ولا ايه؟ انا بلعت حاجه والقهوه ما كانش فيها حاجه، وانا بجد اكلت حشره. انا حسيت بحاجه كتله في زوري. الهنا والشفا. انا عندي فوبيا من الصراصير يا جماعه. كنت عايزه اقول ايه، في ناس معينه كده لما بتبقى عايزه تقنعني بحاجه وبقول لها يمكن ده فكرتك او ده فكرتك عن الحاجه، بس انا فكرتي مختلفه شويه، وبعبر عن انه رايي مختلف، وما بيحاولوا او يقنعوني او يخلوني اوافق على رايهم. في ناس كتير قوي بتحس بالاهانه
لما بقول لها خلينا نتفق ان احنا نختلف بيحسوا ان دي حاجه مهينه، اللي هو انت ازاي ما اقتنعتيش برايي وانا بحاول اقول الحقيقه وانا بحاول اقول لك الحاجه الصح وانا بحاول اساعدك، اللي هو يمكن دي الحاجه الصح بالنسبه لك ويمكن كل حد صح بالنسبه له مختلف، وكلنا في رحله ان احنا نكتشف ايه الصح بالنسبه لنا. ومش بحب من الناس تقعد تخوفني كده بربنا، بحس اللي هو ليه الناس دايما بتخوفني بربنا؟ يعني ليه دايما بيبقى اللي هو اعمل كذا يا اما ربنا مش هيبقى راضي عنك؟ اللي هو ما يعني انا عن نفسي عارفه انه لو بعمل حاجه حرام انه هي حرام، وبدعي ربنا ان هو في يوم من الايام يخليني ابطل اعمل الحاجه الحرام دي او الغلطه اللي عندي او الذنب ده، حتى لو هو حاجه صغيره قوي. بس مش لازم شخص تاني يجي عشان يضغط ان احنا نبطل الذنب ده دلوقتي حالا او الغلطه دي دلوقتي حالا. ممكن ندي نفسنا وقت. كل حد هيعمل يعني كل حد في الحياه هيوصل للحاجه الكويسه في اوقات مختلفه، بس ساعات ما بنضغط على الناس قوي ان هم يوصلوا لها دلوقتي حالا حالا حالا، ساعات الناس دي بتنفجر بدل ما تفضل ماشيه في الطريق اللي هي هتكمل فيه، او بدل ما توصل للحاجه الكويسه في الاخر. احنا مختلفين يا جماعه، خلينا نفهم ان احنا مختلفين كمان لله لوحده. وحتى لو انت عايز تساعد شخص قوي ممكن هو مش مستعد دلوقتي لهذه المساعده، بس ممكن مثلا بدل المساعده تقدم له مسانده، ممكن بدل المساعده تبقى حاضر في حياته وخلاص خلال الحاجه اللي هو بيعدي بيها دي، وبعدين يمكن في الاخر يعمل الحاجه اللي انت نفسك فيها. في مثل وحش قوي مصري بيعبر عن الموضوع ده بس مش هقوله عشان انا في امثال كتير قوي انا ضدها، بالذات الامثال المصريه. بحس ان هي ساعات بتقول كلام اللي هو ايه ده، هو ايه ده، المفروض نتعلم ولا حاجه من ده اصلا، المفروض نعمل عكسه. المهم اقول قولي هذا. شكرا. لو انتوا اتفرجتوا انا مش عارفه بجد كان شكلي عامل ازاي خالص. انا انسكيور مش اخر حاجه هقولها. انا مامتي اتصدمت لما انا قلت لها انه ما عنديش ثقه بنفسي في شكلي خالص. قالت لي انت مش بتحبي شكلك؟ قلت لها لا. قالت لي انت اموره. بس قلت لها بس انا مش شايفه كده لسه، ودي حاجه عاديه وحاسه انه في كتير مننا بيحسوا بكده. هو هل انا بحب شكلي او لا ملوش علاقه بهل انا قريبه من معايير جمال معينه او لا، لو فاهمين قصدي. في ناس بتحب نفسها وهي شكلها ممكن يكون لا يتفق مع الذوق العام، بس هما بيحبوا نفسهم قوي. مش شرط عشان انا شكلي حاجه معينه او الشكل الشخص التاني ده حاجه معينه معناها ان احنا بنحب او بنكره شكلنا، لو فاهمين قصدي. يعني مثلا في ناس تقول لي ايه ده انت مثلا، انا مش بيضه، بس في ناس مثلا تقول لحد انت بشرتك بيضه وحلوه قوي، الشخص الابيض ده يقول له ايه ده لا انا اصلا لوني شاحب جدا ويبقى نفسي يبقى لوني اسمر مش بحب لوني. الشخص يبقى يقول له ايه ده انت زي القمر شبه القشطه، ويقول له بس انا نفسي ابقى اسمر شبه مش هقول حاجه، مش هقول اسمر شبه ايه بس يعني ما علينا. بس ممكن ما نشككش في نظره الناس لحاجات، ما يبقاش لا انت اصلا انت ليه شايف كده، ولا مش ما تشوفش كده، شوف التاني ده. لو حد شايف كده نسيبه شايف كده، وعايزين نحاول نفهم وجهه نظره من غير ما نغيرها. ماشي اوكي. بس تصبحوا على خير. انا مش عارفه اروح اعمل ايه دلوقتي في نفسي. الساعه 2:30. انا بعت رساله لصاحبتي علشان حد يجي يساعدني بكره ياخد بالي من ابني بما اني معرفتش انام. طلبت المساعده تاني رغم ان ساعات بطلب مساعده من الناس وبتخيب املي، بس بحاول ان انا برضو اطلب المساعده موقفش، عشان مش طول الوقت الناس هتساعدني بالطريقه اللي انا عايزاها بالظبط. وساعات الناس اللي احنا بنحبهم هيخيبوا املنا، بس مش معنى كده ان هم وحشين، ومش معنى كده ان احنا نبطل نحبهم. شكرا. تصبحوا على خير. سلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا 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 شكرا. rolled over like 3 times. Chef Ramsay's Fab Five will be cooking out of one kitchen for the